النهارده بتستمع نيابة الوراق برئاسة المستشار ياسر عبد اللطيف لأقوال الثلاث أمناء شرطة اللي كانوا مسؤولين عن تأمين كنيسة السيدة العذراء في الوراق اللي حصلت فيها الحادثة الإرهابية من يومين. طبعا هذه الحادثة راح ضحيتها 4 ضحايا، 4 قتلى تحديدا و17 مصاب، والنيابة انتهت بالأمس من الاستماع إلى 15 شاهد في أحداث القضية. في مصدر قضائي أكد لسي بي سي أنه بعض الشهود أدلوا بأوصاف عامة للجناة، وأكدوا أيضا أنه سيارة قامت بتعطيل حركة المرور أمام السيارات قبل إطلاق النار على كنيسة العذراء. والحقيقة الموضوع ده فيه شهادات كتير وفي أقوال كتير. خبر آخر في نفس السياق، محاكمات أو الساحة القضائية، جلسة محاكمة 163 إخواني في اشتباكات الدقي انتهت منذ قليل بالتأجيل لجلسة 26 أكتوبر. أما فيما يتعلق بقضية خلية مدينة نصر اللي بتنظرها محكمة جنايات أمن الدولة العليا وبيحاكم فيها 26 متهم، نيابة أمن الدولة العليا ذكرت في لائحة الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من أول إبريل ل5 ديسمبر من ذات العام قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، وهم بيحاكموا حاليا في هذا الشأن. معنا للتعليق على هذه القضايا على اختلافها زمنيا ونوعيا أيضا أستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن القضائي. مساء الخير أستاذ علي. نور يا فندم، أهلا وسهلا. نبتدي أولا بحادثة كنيسة الوراق والخبر الخاص بها، أنه النهاردة النيابة هتستمع لأقوال 3 أمناء شرطة، لكن على حسب الروايات في اختلاف بين روايات الشهود. يعني البعض بيقول أنه كانت دراجة توقفت وركنت ونزلوا الناس ضربوا أو الاثنين ملثمين، وبعض الروايات أخرى بتقول أن هم ما كانوش ملثمين. تعليق حضرتك حتى الآن على المعلومات اللي عند حضرتك عن القضية إيه؟ هو طبعا الحقيقة النيابة العامة بتستمع إلى عدد كبير من الشهود، وستستمع أيضا إلى أقوال ال3 أمناء الشرطة كما أشرتي. لكن إذا كان هناك تناقض في أقوال بعض الشهود، النيابة العامة بتحقق وبتستطيع أن تتوصل إلى الحقيقة من خلال تحريات أجهزة الأمن، وأيضا من خلال أقوال الشهود المتعددين. يعني إذا كان في بعض الأشخاص شاهدوا أشخاصا غير ملثمين، ربما يكونوا كانوا موجودين في مسرح الحادث أو كانوا مرشدين للمتهمين. يعني هذه الأمور حتى الآن لم تتضح صورتها النهائية بعد، لكن النيابة بتواصل الاستماع إلى أقوال الشهود، وإن البعض أدلى بأوصاف بالمتهمين الذين قاموا بارتكاب هذه الجريمة، وكان في عدد كبير من الناس متواجدين في مسرح الحادث. الشهود كل من لديه معلومات بيدلي بأقواله، وأيضا النيابة بيتسع صدرها دائما في مختلف القضايا أن حتى الآن كل من لديه أي معلومة بشأن هذه الجريمة الإرهابية النقراء يتوجه إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى أجهزة الأمن ويدلي بمواصفات هؤلاء المتهمين وبمعلوماتهم بشأنه. لكن التحقيقات ما زالت جارية، والنيابة تواصل الاستماع إلى أقوال الشهود سعيا للوصول إلى مرتكبي تلك الجريمة النقراء التي روعت شعبنا. طيب، بالنسبة لقضية ال 136 إخواني اللي يعني 163 إخواني، القضية اتأجلت لجلسة 26 أكتوبر. ل 26 أكتوبر. هذه القضية بتضم 163 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة لاتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وتحورتهم في أحداث اشتباكات التحرير ميدان التحرير التي جرت في ذكرى نصر أكتوبر. نيابة قصر النيل كانت قد أحالت هؤلاء المتهمين ونسبت إليهم تهم التعدي على قوات الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتجمهر وإثارة الشغب وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.